كوبايتين دقيق ورشة بسيطة من الملح هنعمل حاجة حلوة جدا. هاتي كوبايتين دقيق، نزلي عليهم رشة من الملح، قلبيهم كويس كده تقليبة سريعة، نزلي عليهم كوباية إلا ربع من المية ومية عادية من الحنفية، اعجنيهم كويس لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد العجينة بتاعتك ما تلم معاكي. الدقيق ده دقيق جميع الأغراض، يعني أكيد شكل الكيس معروف، هو دقيق مش غالي ولا حاجة، بس هيديكي نتيجة كويسة. لم العجينة وهسيبها نص ساعة ترتاح وتغطيها. بعد النص ساعة طلعي العجينة بتاعتك هتكون ارتاحت، وهنبتدي نقطعها على 4 قطع بكوبايتين دقيق بس، هنعمل بيهم كمية كويسة جدا وتوفري كتير. كوري العجينة بتاعتك على 4 كور، وبعد كده جهزي معاكي معلقتين من الدقيق، وتاخدي كل كورة وترشي رشة خفيفة من الدقيق. على فكرة العجينة اللي أنا عاملاها دي تنفع عجينة رقاق كمان، ولو حطيتي عليها معلقة من الخميرة هتمشي معاكي عيش شامي، ولو حطيتي عليهم كوباية من الردة هتمشي معاكي عيش أسمر. يعني عجينة كويسة بتشتغل معانا حاجات كتير. هنبتدي نفرد بالنشابة، وانا عايزاكي تفردي لما ترققي العجينة بتاعتك، يعني ما تزيديش عن 1، السمك بتاعها ما يزيدش عن 1 ملي عشان تديكي نتيجة كويسة. وما تنسيش رشة الدقيق معاكي وانتي بتفردي، ورشة خفيفة، مش عايزين العجينة تبقى مليانة دقيق. ابتدي بقى هتقطعيها الأشكال اللي انتي عاوزاها. عايزة تعملي منها سمبوسك هتعملي، عايزة تعملي منها مدور هتعملي منها مستطيل مربع، اللي انت عاوزاه هتعمليه على حسب الصينية او الصاج اللي انت هتشتغلي بيهم. اهم حاجة ان العجينة بتاعتك تكون رقيقة، ودي طريقة سهلة ومبسطة ومش مكلفة. وابتدي بقى ظبطي الشرايط بتاعتك لو انت هتعمليها سمبوسك، وتشيلي الزيادات، والزيادات دي اركنيها على جنب، هنعمل بيها حاجة حلوة جدا وهقول لكم عليها دلوقتي. وخلي بس الشرايط بتاعتك على قد ما تقدري مقاس واحد علشان تديكي نتيجة النهائية بتاعتك تبقى شكلها حلو. شايفة رقيقة وجميلة ومفرودة وشكلها حلو ازاي؟ بكوبايتين دقيق بس ورشة من الملح. ما تنسيش كوبايتين دقيق، رشة بسيطة من الملح، وعليها كوباية إلا ربع من المية ومية من الحنفية. أنا عايزة أعمل أشكال مدورة، هتجيبي الصينية اللي انت هتشتغلي فيها وتاخدي عليها المقاس بالظبط عشان ما تتنيش حروف ولا أي حاجة تتكسر معاكي. شايفة طلع على قد الصينية زي ما أنا عايزة. بعد كده هعمل شكل مربع، هتمشي بس بمعلقة خشب، سكينة، مسطرة من ولادك، المتاح عندك في المطبخ اعملي بيه. المهم بس تظبطي الخطوط بتاعتك على قد ما تقدري، وهو الشغل فيها سريع لان العجينة ماسكة نفسها، مش عجينة طرية قوي، العجينة ماسكة نفسها عشان تعرفي تفرديها بالنشاب. عملت منها أشكال مربعة، وحاولي تخلي ان الشكل كله قد بعضه. وادي المربع الكبير او المستطيل الكبير، وده المدور، ودي الشرايط، ودي الاشكال الصغيرة، المربعات الصغيرة. العجينة كويسة وما بتلزقش، حتى لما هتحطيهم فوق بعض هتلاقيهم ما لزقوش في بعض. ليه؟ علشان رشة الدقيق اللي احنا حطيناها واحنا بنفرد. الزيادات اللي طلعت بقى مكان القص، يعني المدورة والمربعة طلعت منها زيادات عشان اظبط الاشكال بتاعتي. هقصها بالمقص واحطها في صينية، هنزل عليها معلقتين بالظبط من الزيت او معلقة صغيرة من الزبدة، وتقلبيهم ودخليهم الفرن على نار هادية حوالي 150 درجة، الرف اللي في النص، وقلبيهم تقليبة كده في النص. هتسيبيهم حوالي 10 دقايق، وبعد 5 دقايق تديها تقليبة علشان كلها تبقى لون واحد.
وهنجهز كيلو من اللبن ده مغلي، وهنزل عليه معلقة من القشطة، مفيش قشطة هتحطي معلقة من الزبدة، ونزلي عليه اي مكسرات موجودة عندك، ونص كوباية من السكر، وقلبيهم كويس. ولو عندك رشة من الفانيليا بتبقى حلوة، لو عندك معلقة لبن بودرة متاحة هتحطيها تبقى حلوة، لو عندك معلقة من الكريم شانتيه برضو هتديكي طعم حلو قوي. ونزلي عليه اللي احنا حمصناه، هنعمل بيه المعالي وهيبقى طعمه حلو جدا، احلى ما تروحي تشتري ملفاي او تشتري رقاق او اي حاجة. وندخلها الفرن وهنخليها تستوي، هتاخد معانا، نشغل فوق وتحت، هتاخد معانا حوالي ربع ساعة، وتحطيها في الرف اللي في النص، والفرن بتاعك طبعا يكون سخن. كده هناخد بقى الاشكال المربعات الصغيرة اللي احنا عملناها، وتحط لها اي حشوة، عايزة حلو عايزة حادق. انا حشيت بسوداني او اي مكسرات موجودة، عايزة تحطي جبن تحطي اي حاجة اللي انت عايزاه. ورصي في صينية مدهونة بدهنة خفيفة من الزيت، واديها برضو فرشة فوق من السمنة قصدي، معلش، او الزبدة. وبعد كده هتحطي كوباية من السكر على كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة، وتسيبيهم على النار حوالي 10 دقايق او 7 دقايق. واول ما ياخد لون معاكي كده ويستوي هنسقيه. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك،